السلام عليكم، إزيكم؟ أنا يوسف. الفيديو بتاع النهارده هيكون مختص أكتر بأصحاب الbusiness الصغير أو المشاريع الناشئة كده زي ما بنقول. وهنا أنا حددت إن هو business صغير لإن هو هيكون بيصرف في الشهر range ال30.000، حوالي $600 أو في الrange ده. فهو مش هيكون حاجة كبيرة وممكن يبقى business لسه بيبدأ. فلو حضرتك صاحب business لسه بيبدأ أو حتى بادئ بس النتايج بالنسبة لك مش أفضل حاجة، خلّيك معانا في الفيديو ده وإن شاء الله يعني هنضبّط أمورنا والدنيا هتكون مفيدة جدًا يعني بالنسبة لنا. طيب أول حاجة نبدأ بيها بسم الله الرحمن الرحيم. ليه يا يوسف إحنا بنتكلّم قُلنا 30,000 مثلًا وهنا أنا باتكلّم على السوق المصري، مش سوق سعودي. ولمّا تيجي تروح سوق سعودي أو سوق إماراتي أو ما شابه ذلك، مش هتاخد ال30 تشوف هم يوازوا كام، لا طبعًا بتكون لها حسبة مختلفة. بس الفكرة ليه إحنا حددنا رقم 30 بالتحديد؟ هل مثلًا شكله حلو؟ طبعًا لأ، ولا أي حاجة من الكلام ده. على قد ما بحُكم الاحتكاك بالسوق بقى لي أكتر من 4 سنين كده بفضل من الله طبعًا في الأول والآخر. رقم ال30 اللي هو يوميًا أنت بتصرف حوالي 1000 جنيه. ده رقم يورّيك أرقامك مضبوط، لإن مش الفكرة أنت تصرف كام، أنت ممكن تصرف $1 في الأول على أي بلد تقريبًا، لو عايز تشغّل في الإمارات حتى، هتلاقي إن أنت تقدر ب$1 بس تبدأ campaign في مصر في أي بلد. $1 تبدأ لك الcampaign. فهي الفكرة مش إن أنت تبدأ الcampaign، الفكرة إيه اللي الcampaign هتحقق بيه نتايج. ففي مصر زي ما كنا بنقول تقريبًا range ال1000 جنيه يوميًا، ممكن تبدأ بأقل من كده بالمناسبة، لو أنت عندك المنتج بتاعك مش غالي. وهنا مش غالي زي ما بنقول مثلًا range ال300 جنيه. في الrange ده، طبعًا هو أصلًا 300 جنيه يعني هتدخّلنا في حتّة تانية إن هو ممكن تحسب ده هيكون مُجدي معاك في الإعلانات والّا لأ. بس بغض النظر عشان ما نتطرقش لكذا حاجة دلوقتي، فممكن تنزل يعني عن ال1000 جنيه يوميًا بسِنّة صغيرة. وممكن تزوّد طبعًا لو بتشتغل في مجالات تانية معروفة، سواء أنت بتحرق أو بتscale ببادجت كبيرة، بمنتجات كتيرة أقصد، بالتالي أنت عايز بادجت كبيرة. أو مثلًا بتشتغل في حاجة زي بتعمل ads لinternational school مثلًا، للclinics، للreal estate، كل الكلام ده طبعًا بتصرف أكتر من 30,000 أضعاف، مش رقم صغير. فإحنا ده حتّة ال30 زي ما كنا بنقول كده، 1000 جنيه في اليوم يورّيك أرقامك كcampaigns كويسة جدًا، تقدر تحكم المشكلة في إيه. دي النقطة الأولى عشان ما نطوّلش في الفيديو. النقطة التانية واللي إحنا فعلًا بنبدأ بيها أول حاجة، واللي في أي meeting مع أي عميل لازمًا نسألها له سؤال واضح، سواء أنا أو حد من الteam، وهو هو حضرتك هدفك إيه؟ آآ طبعًا في حد ممكن يقول لي طيب أنا هدفي إن أنا أجيب مبيعات، هدفي إن أنا أجيب فلوس، ده هدفنا كلنا. بس مش دي الفكرة، هي مرحلة الbusiness دلوقتي الهدف بتاعها إيه؟ بمعنى إيه برضه الكلام ده؟ بمعنى إن أنا ممكن أبقى business مثلًا خدمات منزلية، وفي الbusiness ده بالتحديد أنا لسه فاتح ما كمّلتش شهر. لسه ما حدش يعرفني، طبعًا هدفي مبيعات سواء أنا بقى لي شهر أو بقى لي 10 سنين، أنا في كل الأحوال هدفي مبيعات. بس المرحلة دي مناسبة؟ الإجابة مليون في المِيّة لأ. ممكن تشتغل عليها ولكن ما تنفعش تبقى 100% من الbudget بتاعتك، كل الbudget بتاعتك هي موجهة لإن الناس تشتري منك، هي أصلًا الناس ما تعرفش أنت مين. آآ في حاجة إحنا بنشوفها في الe-commerce أو في التجارة الإلكترونية، هتلاقي إن إحنا النهارده بنسكرول على فيسبوك أو ما شابه ذلك، وبعدين بيكون في منتج حلو فأنا اشتريته. طيب يا يوسف هو اللي أنت اشتريت منه ده تعرفه؟ هاقول لك في الأغلب معظم الناس اللي بتدفع مبلغ ممكن ما يكونش كبير، يعني هنقول من متوسط، لازمًا يبقى عارف هو بيشتري من مين، ولو جرّب برّه مش هيجرّب التانية، ده في الأغلب. طيب في يا يوسف لسه نسبة إن أنا ممكن أشتري من حد ما أعرفوش، طبعًا في نسبة، ممكن تشتري من حد ما تعرفوش بس مش ده الأساس. فهنا إحنا مش بنشتغل e-commerce ولكن إحنا بنبني brand. هو ده هدف الbrand أو هدف الbusiness، اللي هو أنا عايز أمشي بخطوات ثابتة، واضحة، مستقرة، دي أهم حاجة. والخطوات دي مش بتتبني في شهر ولا بتتبني حتى في 3، وعايز أقول لك إحنا كمان ما بتتبنيش في 6، بيكون أكتر من كده. ليه؟ هو ده الbusiness، مش هدفي النهارده أبيع وبكرة أقف وبعده أبيع نُص، نُص وبعده والله أعلم. فمش ده. الbusiness زي ما بنقول خطوات ثابتة، واضحة، مستقرة، ده أهم حاجة. فنرجع للslide هنا بنقول إن الهدف الحقيقي من الإعلان، آآ وكمان المفروض هنا كنا نزوّد يكون مناسب للمرحلة بتاعتنا. المرحلة بتاعتنا إيه؟ زي ما كنا بنقول هل إحنا مثلًا إن الناس تعرفنا أكتر، بناء الوعي بالعلامات التجارية. طبعًا أنا مش هاقرا slide كلمة، كلمة، بس أنا قُلت أبيّنها بحيث لو حد يعني عايز يشوفها والّا حاجة، فهو بتحدد بناءً على
الbusiness بتاعك في أنهي مرحلة، ممكن أنا أكون لسه في الأول، بس أنا عايز الناس تيجي المعرض عندي وليكن زي معرض أثاث وتبدأ تشوف الدنيا، هنا بس أنا عايزهم يعرفوا، لكن أنا لسه مش عايزهم يشتروا مني دلوقتي، عايزهم بس يعرفوني، يبقى ممكن الهدف من أولها إن أنا مثلًا ييجي لي مكالمات أو إن أنا أبدأ أتواصل مع العملا أو إن أنا أجمّع lead وما شابه ذلك. فأول حاجة حضرتك زي ما كنا بنقول كده بتحدد هدفك الأساسي المناسب لمرحلة الbusiness بتاعنا. طيب دي أول خطوة، تاني خطوة لازمًا الجمهور بتاعي أو الaudience بتوعي أكون أنا محددهم جدًا، جدًا، جدًا. 73% من الإعلانات الفاشلة سببها استهداف خاطئ، هنا الاستهداف الخاطئ مش معناه الإعلان، أنا عايز أقول لك النهارده الإعلان لو سِبته broad يعني مش حددت أصلًا استهدافات ولا target ولا الكلام ده، هو خلاص بقى ذكي كفاية إن هو يجيب لك العملا المحتملين، ولكن هنا المقصود بيها الاستهداف الخاطئ إن أنا كbusiness owner أو أنا كصاحب business دلوقتي أصلًا أنا في دماغي أعمل إعلان غلط. طيب إزاي؟ زي إن أنا عايز أنا كمعرض أثاث مثلًا عشان إحنا ضربنا مثال على المعرض ده، أنا عايز كل الناس تيجي لي، طيب إزاي كل الناس؟ مثلًا الشاب اللي لسه في أول عمره، بعد كده الكبير شوية اللي بيجدد العفش عنده، وبعد كده الكبير أكتر اللي بيجوّز ابنه وهكذا، فأنا كده جِبت كل الناس، طبعًا ده مش صح 100%. فهو ده المقصود بحتّة الاستهداف الخاطئ، أنا من الأول في دماغي أصلًا ناس غلط. لازمًا أكون محدد أكتر ومُحدد جدًا، جدًا، أنا الفئة بتاعتي مين، ممكن بعد كده أوسّعها، يعني ممكن بعد كده أقول بدل ما أنا كنت باتارجت من كذا لكذا مثلًا، لأ، أنا هاطلع بفكرة تانية أو هاضيف حاجة تانية تناسب مثلًا الشاب اللي لسه في أول حياته مثلًا، فلازمًا نبقى محددين في الأول، لإن إحنا طبعًا مش أمازون ومش شركة ميجا، ففي الأول لازمًا تبقى محدد عشان نوفّر يعني وقت وبادجت كتير جدًا هتتحرق. طيب تالت حاجة أنا باحاول إن إحنا ما نطوّلش على قد ما نقدر يعني بإذن الله. تالت حاجة لازمًا تكون مهمة جدًا وهو الpackage بتاعتي أو العرض بتاعي إيه هو؟ مثلًا في كام معرض أثاث، في كام شركة خدمات منزلية، في كام من أي حاجة، هتلاقي إن الإجابة كتير جدًا، جدًا. السؤال اللي بنتسأله بقى بديهي، ليه العميل يشتري من ده وما يشتريش من ده؟ ممكن يكون عشان كbrand awareness واحد أقوى من التاني، واحد مشهور أكتر من التاني. ممكن يكون مثلًا واحد عنده خصومات أو عنده أسعار أفضل من التاني، وده بالمناسبة مش بيكمّل كتير لو الخامة بتاعته مش أفضل حاجة، ده في أي منتج. لكن أفضل حاجة إن الخامة تكون ممتازة كويسة، مش هنقول ممتازة هنقول نخلّيها كويسة، وبرضه بسعر يتماشى مع السوق، مش بسعر over pricing في حتّة تانية خالص، فتلاقي إن أنت طلعنا من نقطة إن إحنا الخامة بتاعتنا كويسة، لكن وقعنا في نقطة إن إحنا سعرنا مش أفضل حاجة في السوق. آآ زي ما كنا بنقول ممكن نبقى نبُص بصّة يعني على الslides دي اللي هي الخطوة التالتة والمهمة جدًا. الخطوة الرابعة هنا إحنا قُلنا صفحة هبوط لإن هي كانت لحد مخصصة المناسب ليه يعني يكون صفحة هبوط، ممكن أنت ليك يكون website مثلًا سواء على wordpress سواء على shopify لو أنت e-commerce، بس لو أنت e-commerce وshopify في الأغلب مش هتكون brand أوي، لإن الbrand في الأغلب يعني بيكون عايز wordpress، هنا أنا باتكلم بالأغلب مش 100% لإن طبعًا في نسبة brand وbusiness وبرضه على shopify ده عادي خالص، ما فيهاش يعني أي مشكلة. فشوف هنا المناسب ليك كعرض للشركة بتاعتك أو للbusiness بتاعك أونلاين هيكون عن طريق صفحة هبوط والّا عن طريق website والّا عن طريق حتى Facebook page، مع إن ده مش أفضل حاجة يعني، بس ممكن برضه في البداية تمشّي الأمور شوية. وبتطبّق عليها الحاجات العادية خالص اللي إحنا نعرفها، سواء مثلًا صور وفيديوهات من الحاجة اللي بتقدّمها، الproduct أو ما شابه ذلك، حاجات برضه من المعرض عندك مثلًا لو صاحب معرض، بتبيّن أمورك على قد ما تقدر بحيث العميل يكون شايف أنت صورتك الأونلاين عاملة إزاي. طيب تمام جدًا، دي الخطوة الرابعة سريعًا. الخطوة الخامسة وهو إن أنا باشوف بقى دي يعني الوعَة الكبرى، وهي نقطة الfunnel. طبعًا بما إننا إحنا قُلنا إحنا business في الأول، فطبيعي إن أنا معظم ال الaudience بتوعي في الtop of funnel في الfunnel من فوق، الfunnel ده هنقول إن هو القمع، ففي الدرجة الأولى من فوق، وفي الدرجة اللي في النُص الناس اللي عرفتني أكتر، وفي بقى اللي في نهاية الfunnel دول اللي بيشتروا منّي أو بيرشحوني لحد يعرفهم وما شابه ذلك. طبعًا كل مرحلة ليها طريقة مختلفة في الcontent في الفيديوهات، في العروض حتى اللي بتنزل الoffers في كل حاجة. فالفكرة لازمًا نبقى عارفين أنا كbusiness أنا في أنهي مرحلة من دول، وبالمناسبة أنا ممكن أكون شغال على ال3 لو أنا وصلت للأخيرة الbottom of funnel، يعني لو أنا خلاص بدأت أبيع والناس بدأت ترشّحني لبعض،
لازمًا أفضل برضه أملى الfunnel من فوق بالtop of funnel ناس كتيرة تفضل تعرفني جديدة، عشان ينزلوا لنُص الfunnel أو اللي هو القُمع زي ما كنا بنقول كده بالعربي، وبعدين يتحولوا للمرحلة اللي بعدها يشتروا منّي وأبدأ أدخّل ناس جديدة تاني وهكذا. تمام. طيب دي سريعًا عن الfunnel والمستويات بتاعته زي ما كنا بنقول هو أول حاجة الtop of funnel ده من فوق، وبعدين الmiddle الوسط، وبعدين الbottom ده اللي هو خلاص تحت وبيبدأ يشتري منّي. آآ هنا برضه موضّحة الدنيا، ممكن تكون الناس مثلًا تشوفني أكتر، الناس تعرف عني، الناس تشوف لي فيديوهات أو ما شابه ذلك، وبعدين الmiddle الفكرة إن أنا هنا أخلّي العميل يبدأ يدّيني أي action حتى لو بسيط، زي إن هو مثلًا يسألني، زي إن هو مثلًا يبقى مهتم بالحاجات اللي أنا بانزّلها كتير، مش مجرّد شافني مرّة وشكرًا على كده، زي إن هو يتصل بيّا يستفسر، زي إن هو يعمل أي حاجة، دي الmiddle يعني بصفة عامة. وطبعًا الbottom إن هو يبدأ يشتري منّي، يبدأ يزورني مرّة و2، يبدأ يكلّمني أكتر يعني من مرّة. يبدأ يتفاوض معايا على عروض أكتر، على حاجات أكتر وهكذا، كده العميل في الbottom فيا إمّا بيشتري، يا إمّا خلاص هيشتري، وبعد كده بيدخل لمرحلة تانية اللي هي الrefill أو اللي هو بقى يبدأ يرشّح لي لحد تاني، المرحلة دي مش هتكون هنا في الslide لإن دي ما كانتش مناسبة يعني للحاجة اللي إحنا كنا بنعملها ليها، بس هو بعد ما بيشتري خلاص بيبدأ بقى يرشّح لي حد تاني، زي ما أنا مثلًا اشتريت من مكان معيّن حاجة عجبتني، بييجي قدّامي صديق بيسأل على نفس الحاجة، فباقول له أنا اشتريت من المكان الفلاني، فهنا أنا عملت refill اللي هو آآ رشّحت المكان ده لصديقي اللي هو كان عايز يشتري نفس الحاجة. طيب تمام جدًا. في شوية أخطاء لازمًا نخلّي بالنا منها جدًا، جدًا، وحتى كmedia buyers في الأول أنا ذات نفسي وقعت فيها كتير، وهو إن إحنا أصلًا لمّا بنيجي نشتغل مع العميل بنخلّي كل الfunnel كده مخلوطة على بعض زي ما كنا بنقول في الأول، أنا مش عارف أنا في أنهي مرحلة أو بمعنى أدق يالّا نشتغل على كلّه مع بعضه، رغم إن أنا أصلًا ما وصلتش لآخر مرحلة، وعشان أشتغل مع كلّه مع بعضه لازمًا تبقى في ناس بالفعل بدأت تشتري منّي. طيب تمام جدًا. وبعدين حتّة التوقعات الخاطئة، لإن دي مثلًا أنا باشوفها في عُملا كتير من اللي لسه بنبدأ معاهم، ده مش غلط، بس هو العميل بيبقى عنده الأمور مش واضحة، زي إن هو فاكر لمّا يشتغل أول شهر أو أول 3 شهور لازمًا يحقق مبيعات، هو لازمًا يحقق مبيعات، هيحقق مبيعات، بس مش المبيعات اللي في خيال العميل، لإن العميل بيبقى متخيّل إن فجأة كده بدل ما أنا بيدخل لي X بالشهر هيدخل لي مثلًا 3X أو 7X أو حتى 10 بيدخلوا، بس مش من أول شهر ولا من أول 6 شهور زي ما قُلنا على الأغلب. فالحاجة التالتة إن إحنا أحيانًا بنعمل الإعلان أو بنعمل الpackaging أو الoffer أو بنعمل أي حاجة، يعني هنا مش مجرد الإعلان بس، بنعمل أي حاجة من الحاجات اللي بنعملها وخلاص مش بنتابعها، يعني أنا عملت وليكن يعني الpackaging بتاعتي آآ كذا، زائد كذا، زائد كذا، ال3 حاجات دول أيًا كان إيه هم، وخلاص ومستني أشوف بقى هيتباعوا والّا مش هيتباعوا. طيب هل أنا متابع؟ هل أنا باحلل طيب الناس عندها تعليق؟ ممكن ناس عايزة تبدِّل رقم 2 مثلًا بحاجة تانية أو ما شابه ذلك، فمهم جدًا، جدًا نقطة المتابعة سواء في الpackaging أو في الoffer يعني بتاعي أو حتى مع العملا، لازمًا مليون في المِيّة مع العملا أتابعهم كمان. نقطة الfollow up يعني أنا كمان النقطة دي دلوقتي شايف إن هي هتكون مفيدة في الجزء اللي إحنا فيه، هي مش مذكورة هنا، بس مثلًا في ناس بتعتمد على المبيعات في الmessage إعلانات الmessage على فيسبوك، وحرفيًا في اليوم ممكن يكون بيدخل له حوالي 500 رسالة، بس zero follow up ف يعني ده عميل كنا شُفناه الأمور أو الوضع بيكون مش قادرين نتخيّله، بتدخّل كمية رسايل كبيرة جدًا، جدًا، طيب ليه ما فيش moderation مخصوص سواء 1 أو 2 أو أكتر خاصين بالfollow up؟ ده الfollow up ده لوحده يطلّع المبيعات أو يطلّع الleads اللي هتيجي من الرسايل المهدورة دي اللي إحنا بنقول عليها أكتر من 15%، 15% ده هيكون الminimum الرقم ده ممكن يتضاعف أصلًا. فتخيّل رسايل مهدورة اتقفل عليها خلاص اليوم خلص مش بنبُص على اللي فات، غير لو العميل قال تابعوني أو لو قال اتصلوا بيّا، طبعًا معظم العملا مش هتقول حاجة زي كده، فحتّة إن أنا بس مش باتابع، أنا كده خسران 15% دي كده البداية. فنقطة الfollow up مهمة جدًا، جدًا، جدًا. وآخر حاجة عندنا زي إن إحنا كده يعني نلخّص الدنيا شوية، قبل أي campaign تعملها، قبل حتى ما تنوي، يعني قبل أي حاجة من الكلام ده، تسأل الأسئلة اللي إحنا قُلنا عليها هنا، وهو أنت هدفك إيه؟ زي ما كنا بنقول الجمهور بتاعك مين؟ وبعدين إيه اللي هيخلّيهم يشتروا منّي أو يثقوا فيّا أو يتعاملوا معايا أنا بالتحديد؟
طيب الناس دي أصلًا في أنهي مرحلة؟ الناس دي لسه ما يعرفونيش فمحتاجين يشوفوني الأول، كلنا هدفنا مبيعات زي ما قررنا كذا مرّة، ولكن إحنا في أنهي مرحلة دلوقتي قبل المبيعات والّا إحنا جاهزين حاليًا لمرحلة المبيعات؟ دي نقطة، والنقطة الأخيرة إزاي هاقيس نجاح الpackage بتاعي بكل اللي أنا باعمله، سواء في الcampaign الحملة، سواء في الoffer اللي أنا عملته، والحاجات دي بالمناسبة يعني أنا باشوف إن هي لو عملت كل اللي فات هتعرف تحدده بسهولة، بمعنى إيه، أنا حددت الهدف بتاعي وحددت الجمهور بتاعي في أنهي مرحلة، وعملت offer هم دول اللي هيخلّوهم يشتروا منّي، وكل الكلام ده ببساطة لمّا ما يشتريش منّي أنا باقدر أحدد هو فين، بمعنى إيه، بمعنى أنا عامل حاليًا الحملة بتاعتي إن الناس تعرفني، طيب الناس عرفتني، وبعدين عملت حاجة تانية إن الناس تزورني في المكان بتاعي أو تبدأ تطلب منّي، طيب الناس جات زارتني بس ما طلبتش منّي، يبقى هنا أنا عرفت النقطة الواقعة إن الناس جات تمام زارت أو عملت traffic على الwebsite أو ما شابه ذلك، لكن ما اشترتش، فبابدأ أحلل آخر نقطة العميل وقف عندها. سواء على الwebsite سواء على الlanding page، سواء في الchat حتى، ما ممكن الmoderation أو الsales ما عرفش يقفل الdeal، ممكن رَد على العميل متأخّر، ممكن العميل جاله تليفون أو أي حاجة نسي أصلًا اللي كان بيكلّمه دلوقتي وإحنا ما تابعناش معاه، ما عملناش follow up، فطالما عملنا الخطوات اللي فاتت والعميل ماشي معانا، أول نقطة العميل يُقع مننا فيها هي دي النقطة اللي أنا بابدأ أحلّلها، هو ليه وقع في النقطة دي؟ فشايف إن النقطة الأخيرة حتّة إن أنا أحلّل الحملة دي بتكون سهلة طالما أنا عامل الخطوات اللي قبل كده مضبوطة. بس وعشان ما أطوّلش عليكم أكتر من كده، وإن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي، ولو عندك أي سؤال يخُص الbusiness لسه بادئ أو حتى متوسط، عندك funnel أو لسه في أولها أو في آخرها، برضه إن شاء الله سيبه لي في الكومنتات وهارُد عليكم، وأشوفك الفيديو الجاي. السلام عليكم.